من كام يوم صحيت على مكالمة غريبة جدا، صاحبي برن عليا الساعة 7 الصبح، قلت مستحيل يكلمني في الوقت ده غير لو في مصيبة. المهم رديت لقيته منفعل جدا وبيقول لي محمد انا لازم اتعلم فرنساوي بأي شكل وبأي سعر. ضحكت وقلت له اكيد حصل لك موقف خلاك تاخد القرار ده فجأة وتكلمني في الوقت ده. قال لي فعلا حصل. المهم قال لي انه حصل خلاف بينه وبين المسؤول عن السكن اللي هو موجود فيه، الموضوع كبر شوية والشرطة جت لغاية البيت. الراجل بدأ يحكي للشرطة اللي حصل ويزوق كلام من عنده، وصاحبنا واقف فاهم كلام من اللي بيتقال وعارف ان في كلام غلط، بس للاسف مش عارف يفتح بقه، لا عارف يعترض ولا يشرح ولا عارف يدافع عن نفسه مع انه معاه الحق بنسبه كبيره، وده بسبب عائق اللغه. في اللحظه دي فهم درس مهم جدا، ان اللي معاه اللغه هو اللي بيكسب. الناس في اي بلد مش بلدك لهم نظره واضحه جدا، لما يلاقوك بتتكلم لغتهم وبتفهم قوانينهم وبتحاول تندمج معاهم بيحترموك اضعاف وبيتعاملوا معاك كشخص فاهم، مش مجرد واحد جاي يشتغل ويجمع فلوس ويمشي. انما اللي ما يعرفش لغتهم بيبقى اخر واحد بيتفهم واخر واحد بياخد حقه واول واحد بيقع في مشاكل هو مش فاهمها اصلا. انت مش مطالب تتكلم زيهم، دي مش لغتك الام، ولكن مطلوب على الاقل تفهم اللي بيتقالك وتحاول توصل الفكره اللي في دماغك للطرف الثاني. واكيد وقتها تغلط وتتكعبل وتتلخبط وده عادي جدا. الناس اللي بتفهم هتحترمك لانها شايفه انك بتجاهد نفسك وبتتعلم لغه جديده من الصفر. فنصيحه كمل وقتها وما تبصش وراك. وانت قول لي ايه الموقف اللي حصل لك وقلت بعده لا انا لازم اتعلم اللغه. انا محمد غطاس وسلام.